تعرف حاجه عن طلعت السادات قول طلعت عنده كذا. مش طلعت واخوه عندهم، انا مالي ومال اخوي. لا بس الموضوع ما كانش كسب غير مشروع برضه بس يا استاذ طلعت، يعني كان في حديث ايضا على قنا ومظاهرات قنا ويعني لا دي ده مواويل. يعني كان في اتهام ان هو مشارك في اللي على بيحصل. اي الاحوال المرحله اللي كان الامن واجهزه الامن بتستخدم فيها ناس معينه، المرحله دي عدت خلاص بقى، ايا كانوا الناس. الغطاء اللي كان موجود قبل كده خلاص. طب فهمنا، هو ده كان يعني ده كان بيحصل؟ لا طبعا كان لشخصيات كنا بنشوفها معارضه وشخصيات بنشوفها بتهاجم الحكومه الاسم انها معارضه وهي لا ليها في المعارضه ولا ليها في حاجه. ما لهمش في المعارضه، دي ناس بترزق بفضل الله. ما علينا. انا بالنسبه لي الفيصل وهيعلن عندكم هنا نتيجه الكسب غير المشروع. المستشار عاصم الجوهري ما بيهزرش، ولا هيجاملني ولا هيجامل مصطفى ولا هيجامل حد. طيب وعموما انا بالنسبه للاستاذ مصطفى بكري انا اعرف ان هو ما ورثش حاجه زي حالاتي. يعني كلنا ناس غلابه، اولاد ناس غلابه على قدنا. هناخد تليفون استاذ مجدي من اسكندريه، وارجع واسال حضرتك عن حقيقه ان انت طالبت بتكريم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وعدم وضعه في سجن ترى. هل دي حقيقه ام لا؟ هل قلت كده ولا لا؟ بعد ما ناخد استاذ مجدي من اسكندريه ونقرا اكتر من رساله، لان جاي لك يعني كم هائل من الرسائل والاسئله كمان، يعني كان ممكن هم اللي يعدوا الحلقه. استاذ مجدي اهلا بيك. استاذ مجدي اهلا بيك، مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا مساء الخير يا استاذ طلعت. مساء السعاده اخويا. اهلا وسهلا. ازيك يا سعاده الباشا؟ بارك الله فيك اخويا. انا بلدياتك من طوخ النصارى من عيله السبكي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ مجدي. بص يا استاذ طلعت، اتفضل. انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا لو نزل ابويا او اخويا يرشح نفسه في مركز تلا والاستاذ طلعت نزل، انا هرشح الاستاذ طلعت، وكلنا واقفين وراك لانك انت راجل محترم وخدمت البلد وخدمت الفقير قبل الغني. واخد بالك؟ وسفلت الارض وكنت بتقف ورا الناس، واللي محتاج لجواز كنت بتجوزه، واللي بيته واقع كنت بتبنيهوله. احنا كلنا واقفين وراك، لكن اللي راح كسر قضبان القطر في قنا وعلشان خاطر يتعين محافظ قنا هو والغول اللي كان مشغل بلطجيه، قول له هتسقط لو رشحت نفسك انت والغول. ها؟ واحنا كلنا وراك لانك راجل شريف وراجل محترم. شكرا ليك يا استاذ مجدي، كل الشكر ليك. وحاولوا في الكنترول تجيبوا لنا اي ناس يعني يعني تعرض استاذ طلعت في اي حاجه. يعني لا كل المكالمات كده يعني، فحاولوا يعني حاولوا بقدر الامكان. لا طبعا يعني كثير من الرسائل بتسال حضرتك اسئله كثيره. انا اسمح لي اجاوب على السؤال. هنجاوب، بس بعد ما نقول في حد بقى يقول طلعت سادات وحش الفساد رجل هذا الزمان. ده حد اسمه محمود سامح. استاذ طلعت مصر رايحه على فين؟ ربنا معاك على الظلم. ليه الخروج للميدان؟ وعلى راي المثل سكتنا ليه؟ ده استاذ مصطفى. عايز عنوان او تليفون استاذ طلعت. في حد بيقول لك بنحبك مش عايزه كلام. انا من عشاق الشهيد البطل، بس انا عايز استاذ طلعت ضروري، وعايزه يكلمنا عن البطل لما زار بلدي المطريه. ده اهليه واسمه محمد العربي. حد تاني بيسأل حضرتك لماذا يتجمع كل هؤلاء في سجن ترى؟ سجن واحد ده فيه خطورة كبيرة جدا على يعني هؤلاء، وفي نفس الوقت الآن لا يحصل مشكلة. بيقول لك كان المفروض تسمي الحزب حزب مصر أكتوبر تحديدا. في حد بيقول ماذا نفعل مع محمد عبد الحميد السادات؟ ده سؤال حضرتك الأدرى بيه. طلعت سادات ابنك احمد جمال بيتمنى لك كل الخير. حد بيقول اسال استاذ سادات يعني حاجات كتيره جدا جدا. محمد عبد الحميد السادات ما دام مش عارف. في اسئله كتيره جدا لحضرتك. لا أنا هرجع لك عشان في سؤال على الموضوع ده برضو. السبب روح للسؤال الاول بتاع الرئيس السابق. يعني هل حضرتك ذكرت ده فعلا؟ انا مع محاكمه الرئيس السابق محاكمة عادلة. كله متفق معاك على ده. دي ما فيش فيها أي مناقشة. الكلام عن الرئيس السابق ماشي. الرئيس السابق محمد حسني مبارك بلغ من الكبر عتيا، تعدى ال80 سنة. طبقا للقانون مثل هذا السن له معاملة خاصة.
ده القانون. ده واحد. اذا القانون بيحتم ان انا اعامل هذا الرجل المريض الذي تعدى ال80، راجل في العقد التاسع من عمره، معاملة خاصة. بمعنى انه ان كان مريض يقعد في مستشفى. مستشفى ايه؟ مستشفى السجن. ايا كان. لا، ما هو ممكن مستشفى السجن ما فيهاش علاج، هوديه زيه فين؟ زي بقيه المرضى اللي موجودين ماشي. في السجون يا استاذ طلعت. لا، ما في مساجين بيخشوا مستشفيات وبيتعالجوا فيها بره. في شرم الشيخ لا دي شرم الشيخ دي انا كنت اقترحت وقلت يا اما شرم الشيخ يا اما المركز الطبي العالمي. ده كلام ما فيهوش كلام، ده نمرة واحد. فسنه بيديله حق قانوني، لا انت هتجامله ولا انا هجامله. نمرة 2 اكتوبر 73، الراجل ده كان قائد القوات الجوية. وسيبك من كلام الراجل المسيلمة اللي يقول لك ده الحرب دي كانت تخلص ب 18 طيارة. دي ناس بتهرج، ناس ما عندهاش فكرة، لان هو نفس الراجل ده اللي قال لك لو معاكوا حتى قنبلة ذرية مش هتعرفوا تعدوا خط بارليف، ولو فكرتوا تعدوا النابال ما هيحرقكم. فسيبكم من كلام مثل هؤلاء. جميل، بس ده كان في 73 يا استاذ طلعت. يبقى عندي يعني انا مش عايز ازايد عليك طبعا، انت كنت بتتكلم في الكلام ده قبل الثوره. يعني انا بقول لك الكلام ده وانا اتعمل فيه اللي ما يتعملش. ما ده اللي انا عايز اقوله يعني. لكن انا راجل مسلم. والحمد لله ربنا يجعلنا من الكاظمين الغيظ ومن العافين عن الناس. انا بقول نمرة 1 سنه والقانون بيديله حق. نمرة 2 اكتوبر له حق. نمرة 3 ما هربش يا اخي. الله، هو ايه الحكاية؟ ما كان ممكن يهرب. ما هربش ليه؟ عشان يطلع واحد يشتمه بامه؟ لا. وانا بقول اهو لا، والسادة المشاهدين شايفيني. لا. قلة ادب. لا. نحاكمه. انا بقول لا، ما يتحاكم. واخد فلوس يرجعها. لكن ايه قلة الادب دي؟ ليه؟ بتاع ايه؟ ما كان ممكن يمشي. كنت هتعملوا له ايه؟ ما كان ممكن ولاده يهربوا. ما كان ممكن الست بتاعته تهرب. هو ايه الكلام ده؟ استاذ طلعت، ما في ناس بتتكلم على انه مش لا. هرب، هو دلوقتي هرب. يا ناس في حاجه اسمها العيب يا ناس. العيب يا استاذ طلعت، انا باخد بس وجهه ما تحاكموه يا سيدي. الاخرى اللي بتتكلم. هو مش يا سيدي حاكموه. مش الطبيعي ان اللي بدل ما بيحاكم ده تحطه في طوره. اسمح لي بس. يعني يقعد في مستشفى 5 نجوم يا سيدي. قاعد في اوضه الحيطه ذهب وبقضبان ذهب وباب مقفول عليه. اسمه ايه؟ سجن. السجن. فكونه موجود في مستشفى يقضي اليومين اللي فاضلين له بكرامه عشان خاطر مصر، ده مش عيب. هتقول لي في شهداء، اولادنا الشهداء. حبيب العدل لازم يعدم 850 مره. شوف انا بقول لك ايه؟ لازم يعدم حبيب العدل 850 مره. ورئيس المجلس الاعلى للشرطه او رئيس الجمهوريه اللي مسؤول عن القرار اللي تم وانت عاوز تفهمني ان حسني مبارك قال له اضرب يا حبيب؟ انا ما كنتش موجود في اللحظه حبيب دي، العدل لكن بتكلم على رئيس الجمهوريه. هو حبيب العدل لما كان الراعي اللي مسؤول عن رعيته. ايوه. مسؤول ويتحاسب ويتحاكم. وانا بقول لك لا، ما يتحاكمش. ولكن نبقى احنا عارفين ان حبيب العدل كان بيدافع عن نفسه، مش عن حسني مبارك. كان بيدافع عن الكرسي بتاعه. عاوز تحاسب ولاد حسني مبارك ما تحاسبهم. تحطهم في طوره، تحطهم في اي حته، حطهم زي ما انت عاوز. حتى الست بتاعته لو انت عاوز تحطها حطها. لكن انا بتكلم عليه بس لسبب واحد بس، سنه ومرضه. هو ما رحمش ابويا في سنه ولا في مرضه، ما رحموش. ما رحمش ناس كتير. انا بقول لك اهو بقى. ما رحمش الشباب اللي كانوا في الشوارع. اكتوبر كان له دور. لاول مره في تاريخ مصر ما ناكلش على قفانا. لاول مره طول عمرنا بنخش اي حرب مع اسرائيل اول قلم بناكله على قفانا ضرب سلاح الطيران بتاعنا.
المرة دي انا شفت انور السادات رحمة الله عليه وهو بيبص لربنا، بيبص لربنا وبيشكر ربنا ان 220 طيارة طلعوا ضربوا ورجعوا كلهم عادة واحدة. عاطف السادات. دي تحسب للراجل ده. يعني شايف ان هو الوحيد اللي خلانا ولأول مرة في حرب 73 ما نتضربش على قفانا. انا قلت وهو قاعد على الكرسي حسني مبارك رجل عسكري 10/10، ولمدة 30 سنة بقينا بنتضرب على قفانا. لا ما انا هقول لك انا قلت راجل عسكري 10/10، راجل سياسي لا ملوش في السياسة. انا قلت وهو قاعد على الكرسي. مفيش شنب في مصر كان يقدر يقول كده. انا قلت، لكن النهارده انا بخاطب المصريين، انا بخاطب شعب مصر. شعب مصر مين؟ هل شايف شعب مصر اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا مصر امنين ان شاء الله امنين. إن شاء الله. سيدنا يوسف يا اخي سامح اخواته اللي رموه في البير واتباع في السوق واتلطم واتبهدل، ومع ذلك سامحهم. انا ما بقولكش سامح، ما بقولكش دم الشهداء يروح على الارض وبعدين انت تعبان قوي عشان خاطر الشهداء. انت عملت لهم ايه؟ اصدرت وسام الحريه للشهداء ولا عملت لهم حاجه؟ مطلع لهم معاش زي اي واحد كان راكب ميكروباص وخبط في المترو ومات، طلعت له معاش استثنائي. حتى المحاكمات ماشيه بالبطيء. ايه الكلام ده؟ هنضحك على بعض. ما يصدر مرسوم بقانون بوسام الحريه لكل الشهداء والجرحى، والناس تتحاكم يا استاذ طلعت. ما تحاكمهم يا عم وانا حاسب. ما يبقاش، وانا بقول لك ما تحاكمش، ما يبقاش الراجل الاول المسؤول عن الموضوع قاعد مرفه والناس بتغلي. عبال ما هتيجي تحاكمه هيكون اتكل على الله. حاكمه. وانا بقول لك لا. استاذ طلعت السادات المحامي الشهير والسياسي المحنك ورئيس حزب مصر القومي، خليني اقول لك ان احنا تجاوزنا الوقت بكثير. حديث أنا معك عندي كلام شيق كتير صراحه عاوز اقوله يعني وفي تليفونات بره بيقولوا لي همزه الوصل الجميله ديت والمحترمه والكلام الشبابي اللي حضرتك تفضلت بيه. لكن انا كان نفسي اقول ان 5 خطوط يمشوا مع بعض: التطهير مع التغيير مع الاصلاح مع التنميه. انت ما فيش تنميه خالص بتحصل مع مصالحه الشعب. الشعب ده لازم نصالحه ونلحق، ولازم نلحق نصالحه، لازم نلحق نصالح الناس دي. عشان كده احنا في حزب مصر القومي رافعين شعار من 3 كلمات اللي هم اخر 3 كلمات قالهم الرئيس السادات رحمه الله عليه، اللي هو السلام، الديمقراطيه، الرخاء. السلام بيننا وبين بعض الاول، ما بين المسلم والمسيحي، الفلاح، العامل، المدرس، الدكتور، المحامي. ومن خلال البرنامج ارجو ان انا بوجه نداء للسيد رئيس الوزراء ان كان عنده يعني اي بعد. نقابه المحامين ليها فلوس عند وزاره العدل تصل فوق ال 500 مليون جنيه. يصرف للمحامين 200 مليون من فلوسهم، لان المحامين بيمروا بظروف مش ولا بد عشان يقدروا يساعدوا المحامين الشبان المتعثرين حاليا. الديمقراطيه، الرخاء، الشعب عاوز يعيش بكرامه. 3 كلمات: السلام، الديمقراطيه، الرخاء. ارجو انه ال3 كلمات دول يكونوا هدف لينا في المرحله دي. استاذ طلعت تسمح لنا تكون ضيف علينا يعني بعد فتره يكون اتضح فيها معالم حزب مصر القومي ان شاء الله، نكون بدانا نشوف يعني اثر هذا الحزب في الحياه السياسيه المصريه في الاسابيع المقبله ان شاء الله. ان شاء الله. كل الشكر. اتمنى ان انا اشوف وزير الاعلام القادم شاب متفتح زي حضرتك. بشكر حضرتك استاذ طلعت.